بعد الكفتة والكبدة بالردة والممبار وكمان الفتة باللحمة، طاجن الرز المعمر باللحمة وورق العنب باللحمة والبفتيك. هنعمل مع بعض النهاردة الطحال والفشة. وصفة النهاردة من الوصفة الخطيرة بعد ما عملنا الحاجات اللي فاتت دي كلها لوصفات العيد الكبير، وكانت جميلة جدا وخطيرة. هعمل معاكم النهاردة الطحال وكمان الفشة. للناس اللي ما بتحبش الاتنين تعالوا اتفرجوا على الفيديو ده، هتعملوا احلى طبق طحال وفشة تقدري تاكليه. وهقولك على كل الحاجات والاسرار والتفاصيل البسيطة اللي تطلع معاكي حاجة ريحتها حلوة جدا. باكد على موضوع الريحة ده للناس اللي ما بتحبش تاكل ده عشان خاطر الريحة. طب ده الطحال بتاعي، حجمه ما شاء الله كويس. اما بتجيبيه بيبقى عليه غشاء ابيض رقيق قوي كده زي بتاع الكبده، بيتشال بالراحه وبكل سهوله. ودي الفشه بتاعتي، الاتنين اتغسلوا كويس جدا بدقيق ذره وملح وكمان ليمون. طب تعالوا بقى، الميه بتاعت السليق فيها روزماري، لورا، حبهان، جزر، فلفل اسود، بصل. الحاجات دي كلها انا متاكده انها هتطلع معايا ريحه كويسه. بعد ما سلقت الاتنين قعدوا قد ايه مرمر على البوتاجاز؟ قعدوا تقريبا حوالي نص ساعة بالظبط، او نص ساعة و10 دقايق، يعني ساعة الا تلت بالكتير. طلعتهم من مية السليق، ريحتهم كانت لطيفة بسبب المطيبات اللي احنا حطيناها، الحاجات اللي هي اللي حطيناها كانت ريحة حلوة جدا. طيب عملت ايه بقى؟ ابتديت ان انا اشطفها شطفة كويسة واستنى عليها لما تهدى عشان اقطعها التقطيعات دي. انا عندي هقطع الفشه بشكل، وهقطع الطحال بشكل تاني خالص، علشان اللي بياكل يبقى يميز، وخصوصا لو مش فاهم الاتنين من بعض، يميز القطعتين عن بعض. تمام. على فكرة بس عشان قبل ما تكتبوا في التعليقات، البلانشة مش بقطع عليها الحاجات النية، انا بقطع عليها الحاجات المستوية. تمام. ده شكل الطحال بتاعي بعد التسوية. تعالوا اقول لكم الفرشة اللي هنحط عليها الطحال. يعني ايه الفرشة؟ يعني شكل صينية التقديم. ده بقدونس مش كزبرة، بقدونس متقطع. البصل ده محطوط عليه رشة من السكر، رشة من الفلفل الاسود، ورشة من السماق. الثلاث حاجات دول مع بعض بيدوا ميكس حلو جدا للتقديمه بتاعه كبده برده مثلا، فشه، طحال. حاجه من الحاجات اللي زي دي بيدي طعم حلو قوي، خصوصا لما الناس بتحطه مع القطع ديت وتبتدي انها تاكله في الطحينه. اول حاجه لما تيجي تعملي الطحال ما بيتحطش كله على بعضه عشان ما ينزلش ميه، لازم يبقى فروت زي ما شفتي كده، بياخد صدمه على الجنبين وبرفعه. وابتديت احط الناحيه التانية الجزء اللي باقي عندي من الفشه والطحال، وبرده هياخد زي اهو ده الجزء الاولاني، وبرده هياخد صدمه. وبعد كده هقولك تعملي ايه. بعد ما خلصت سبت بقى الجزء التاني في الطاسه زي ما هو، حطيت عليه توم مفروم، فلفل حامي، ورديت عليه الجزء اللي اترفع في الاول، وكمان حطيت عليه ملح فلفل اسود، مش اكتر من كده. طبعا الكمية اللي انا حطيتها الاول 4 او 5 معالق زيت خدوهم في الاول. الطحال بيشرب المادة الدهنية كويس قوي، يعني بشراهة. فحطيت بقى معلقة من الزبدة يكون ريحتها حلو بقى كده، اثناء بقى التحميرة الاخرانية في الثوم دي. وهنا هنزل الملح بتاعي وهنزل الفلفل الاسود بتاعي. ابتدت ريحة الثوم تطلع مع الفلفل الحامي. طب فلفل الوان ما ينفعش، بصل ما ينفعش. الوصفة دي ليها حاجات معينة تبين لك طعمها والتفاصيل بتاعتها، اي اضافة تانية هتقلبها قلبة، ما انصحش بيها. عملت معاكم النهارده طحال وفشه بطريقه حلوه جدا. لو استفدتوا حاجه من الفيديو ما تنسوش تكتبوا لي دعوه كويسه في التعليقات. تقديمه زي ما قلت لكم كده شكلها لطيف. كل سنه وانتم طيبين. برضو مكملين للناس اللي عايزه وصفات تانية للعيد ولسه بتعيد معانا. كل سنه وانتم طيبين يا رب. يبقى عيد سعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها بألف خير إن شاء الله. أشوفكم بخير في وصفة جديدة من وصفاتي. كانت معاكم مرمر محمد من ميرو في المطبخ. باي باي.